السلام عليكم. الناس كلها طبعا اتفرجت على الماتش امبارح وكده، والاهلاويه زعلانين والزملكاويه فرحانين فرحه غريبه جدا يعني وبتاع، والاهلاويه بيلوموا عليهم، يقولوا الفرحه دي ايه؟ الفرحه دي خدتوا الكاس، يعني خدتوا كاس العالم، ولا انتوا خدتوا الدوري ولا دوري ابطال افريقيا؟ ايه الفرحه دي؟ طول مره تكسبوا يا جماعه. سيبوا الزملكاويه يفرحوا زي ما هم عايزين يفرحوا، فريق كسبان وهم مبسوطين ان هم كسبوا، بقالهم فتره كبيره ما كسبوش، ولما يكسبوا الطبيعي ان هم يفرحوا، واللي يفرح ده يفرح زي ما هو عايز. انت يعني هتحجر عليه ان هو يفرح وتقول له يفرح ازاي وبتاع؟ افرح يا باشا براحتك، انت كسبان ومن حقك تفرح. الطريقه اللي انت عايز تفرح بيها افرح بيها، ما يهمكش، وانبسط وزيط وحفل واعمل اللي انت عايزه. طول ما انت ما بتشتمش وكده وبتاع، اعمل اللي انت عايزه، افرح، ده حقك، ولعبت ماتش كويس. مش كمدير فني، لا، اللعيبه بتاعه يعني لعب ماتش كويس صراحه. بس احنا عايزين نتكلم بس في اللي حصل في الماتش. انا اول مره اشوف اتنين مدربين بينافسوا بعض على مين اوحش ومين يخسر، كأن ده بيقول لا انا اللي وحش وانا اللي هخسر وكده وبتاع، التاني يقول لا ازاي، ده انا اديك، لا اكسب انت، ده يقول له لا اكسب انت. انا مش عارف انا ايه اللي بيحصل. تعال نتكلم على كولر الاول ده، اللي تعبنا نفسيا احنا كلنا بصراحه يعني. طب يا عم كولر، انت خط الظهر احنا كلنا متفقين ان انت هتلعب يعني محمد هاني وعلي معلول وكده وبتاع، خلاص ماشي تمام. ايه كريم نيدفيد؟ ايه، راجع من اصابه، هو اصلا مستواه مش كويس، راجع من اصابه. ده ما نزلتش اكرم توفيق ليه؟ على الاقل دفاعيا احسن منه بكتير جدا يعني. كريم نيدفيد يعني دفاعيا مش قد كده، هجوميا مش قد كده. يعني هيبقى كريم نيدفيد وكوكا الاثنين ازاي يعني؟ ما علينا، بصوا قدام. طيب طاهر محمد طاهر يا جماعه، طاهر محمد طاهر لو راح فريق في منتصف الجدول هيقعد احتياطي، ولما هيروح عشان هيمشي وهيروح فريق منتصف الجدول وهتفرج عليه ومش هيلعب اساسي، وهترجع تقول فعلا انت سمعت الكلام ده قبل كده مني. هو هيروح فريق في منتصف الجدول ويقعد احتياطي مش هيلعب اساسي، عشان ده مش مستوى اصلا ان هيلعب اساسي فريق في منتصف الجدول، ده طبيعي. طيب تعال نشوف بقى، انت لعبت موديست ماشي، عمر كمان انا ما عنديش اعتراض ان عمر يلعب وينج، ما عنديش اعتراض اصلا. عمر كويس جدا كباك وكوينج، كويس قوي. بس هي الفكره كلها طريقه اللعب ايه؟ طيب انت عملت تشكيل كارثي يعني، ما مش عارفين انت عملت، بس ماشي. تعال نشوف بقى هو عمل التشكيل ده وهيلعب ازاي. نزل اول 20 دقيقه ضغط على الزمالك، هو اللي ماسك الكوره ومستحوذ وبيلعب وكده. طيب عايز يجيب جون، حلو جدا، قلنا نجيب جون بقى وكده وبتاع، ورحنا على الزمالك وضغطنا ومش عارف ايه والليله دي. طيب ايه اللي حصل؟ مفيش انياب للهجوم، انت ماسك كرة بس، استحواذ يعني، استحواذ بس، لكن مفيش اي فاهم شراسة هجومية ولا اي حاجة ولا اي خطورة على المرمى ولا فرص ولا اي حاجة، اي كلام. كولر اتفاجئ ان هو بقاله 20 دقيقة بيضغط وبيعمل وكده وبتاع، ولا بيروح على الجون ولا اي حاجة ولا بيعمل يعني مفيش. الناتج ايه؟ مفيش، صفر. حتى مفيش فرص محققة يعني وحاجة كويسة، مفيش. فعمل ايه؟ قال لا ده كده مش هينفع، احنا نرجع ورا ماشي، ونلعب على الهجمات المرتدة. وده اللي انا كنت عايزه منه من الاول، بس مش في التشكيل ده. الفيديو اللي فات يعرفك انا كان نفسي يلعب بايه، ويلعب على الهجمات المرتده. طيب رجع بقى بعد ال 20 دقيقه الاولانيين دول، رجع لورا وبدا يسيب الكره للزمالك عشان يلعب على الهجمه المرتده. جميل، دفع كويس والدنيا كويسه والامور ماشيه، والزمالك ماسك كوره وبدا يلعب اللعب بتاعه وفي العمق وكده زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. اكتشف برضه ان ما بيعرفش يعمل هجمه مرتده، ما عندوش اللعيبه اللي توديه يعمل هجمه مرتده قدام. فجاه جه جون في الاهلي. طيب ده بعد ما جه جون في الاهلي كولر اتصدم بقى، قال لا ضغط نافع ولا هجمات مرتده نافع، عشان اللعيبه اللي انا حاططهم دول لا عارفين يعملوا فرص واحنا ضاغطين، ولا يعملوا هجمه مرتده واحنا يعني بنلعب دفاع وكده وبنحاول نلعب هجمه مرتده، مش عارفين يعملوا ده ولا عارفين يعملوا ده، نعمل ايه؟ العك اللي حصل نغيره بقى، انا فقت فنغير في الشوط الثاني. اول الشوط الثاني لسه الحكم هيبدا، نزل الثلاثه اللي كان المفروض ينزلوا في الشوط الاولاني. ماشي، الاهلي عمل ايه؟ مسك الكوره، بدا يلعب، بدا يروح ضغط جامد، ضغط 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 ضغط، هوب جبنا جون.
وعلى فكره عشان الناس اللي طايره بجوميز قوي، يا جماعه جوميز لما شاف الاهلي ضغط في الشوط الثاني والكلام ده، على فكره ما عملش اي حاجه عدله، ما عملش اي حاجه عدله. الاهلي ضغط وجاب جون التعادل، والله هو اصلا كان هيفرح بالتعادل والماتش خلص كده. هو ما عملش حاجه، ده كان احسن لعيبه عنده لعيبه النص اللي بتمسكوا كوره والبساطه الطوليه بتاعتهم يعني 100 100. عبد الله السعيد واحمد حمدي كان كويس، وناصر ماهر طلعه برضه، يعني الثلاثه اللي كانوا بيلعبوه اصلا وعاملين فارق كبير في نص الملعب ريحنا منهم، متشكرين. وكنا ماسكين كوره وضاغطين وكده ومتعادلين، وعلى فكره والناس اللي قاعده زي ما الكوارث اللي كانوا قاعدين كانوا خايفين يشيلوا التاني. لكن سبحان الله، علشان نفوق وعشان كولر يعرف ان هو بيعك، الحمد لله ان جه فينا جون تاني وخسرنا الماتش. عشان الماتش ده 3 نقط مش مهم، المهم مازيمبي. فلما كولر يتعلم الدرس يعرف ان هو بيعك وفي ماتش مهم، والحمد لله ان هو خسر دلوقتي علشان يعرف هيلعب مين وهيقعد مين. تعالوا بقى في الجدل اللي حصل. الجون بتاع الزمالك الاولاني، اول حاجه خالص يعني مهاره من ناصر ماهر، يعني بيناه جميله جدا يعني بصراحه، يعني عمل ثرو حلو جدا تمام. بس كان في توفيق عالي، واحنا كلنا مش مختلفين على كده، كان في توفيق عالي، والتوفيق راح للي يستحق في الشوط الاولاني، راح للي يستحق. الشوط الاولاني خلص تمام. الجون بتاع الزمالك الثاني فيه توفيق كبير جدا برضه، بس انت كنت احسن منه في الشوط الثاني. بس هي المشكله بتاعتك دايما ان انت خطورتك ضعيفه، هجوميا خطورتك ضعيفه، دي مشكله كبيره عندك. تعالى بقى انت، عشان في يعني مشاكل كبيره جدا، انت الناس عماله تتكلم الدفاع ورامي ربيعه ورامي مش عارف ايه واوحش واحد وازاي قاعد وازاي. يا جماعه رامي ربيعه كان احسن من محمد عبد المنعم، ايوه كان احسن من محمد عبد المنعم. هو غلط غلطه مع عزيز وطلعها، انسى دي خالص كانه ما غلطش، عادي هو كده كده شالها يعني. طيب الغلطه بتاعت محمد عبد المنعم مع الجزيري، اللي الكره اللي قلشت منه الجزيري راح انفراد والكلام ده، الناس افتكرتها ضربه جزاء والكلام ده، ما هو اللي شايلها من قدام رجل الجزيري قبل ما يدخلها جون، يعني هو انقذك من انفراد وكان لعب الماتش كله كويس. هي الغلطه الوحيده بتاعته بتاعت الجون، هو غطى الاوفسايد معاك، بس المدافعين ساعات بيغلطوا، غطى الاوفسايد وكده وبتاع وما عملش تاكلينج عشان يطلع الكوره، خلاص ماشي هو غلط، بس طول الماتش كان كويس وكان احسن من محمد عبد المنعم، دي حقيقه. وما كانش بيتنرفز وما كانش بيتعصب والكلام ده بتاعه، كان بيحاول يركز طول 90 دقيقه، يعني عمل اللي عليه. قبل ما تلوم على المدافعين بتوعك اللي هم كان عليهم ضغط من بعد الدقيقه 20 ماشي، لوم على المهاجمين. يعني المهاجمين فين؟ واحنا يعني كناس بتتكلم، انا مش همسك اللعيب اقول له انت بتعمل ايه وانت ازاي وانت مش هقول الكلام ده، عشان الكلام كله المفروض يبقى موجه للمدرب، المدير الفني ده هو اللي شايف ايه الصح وايه الغلط والكلام ده، وبيعمل الغلط برضه، بيعمل غلط. بص، هو لو مش عارف ان اللي عمله ده غلط ما كانش قبل ما الشوط الثاني يبدا نزل الثلاثه دول، عشان عارف الثلاثه دول هم الصح اللي المفروض يلعب بيهم. بس هو فكره ان انا ايه، انا عارف اكسب امتى، وانا من النوع اللي بصبر وهات اخرك وانا هعرف اكسب وهعمل مش عارف ايه والكلام الفاضي ده كله ماشي. طب انت ليه تصبر؟ ما تلعب الصح، حط اللعيب في مكانه وينزل ويعمل اللعب بتاعك والعب. انت اصلا لو دفعت والثلاثه اللي انت نزلتهم دول، يعني عبد القادر ورضا سليم ووسام، الثلاثه دول لو كانوا معاك اصلا من اول ماتش، حتى لو هتدافع وهتعمل هجمات مرتده، هم عملوا خطوره كبيره جدا. انت شفت الفرق ما بين وسام وموديست؟ هقول لك حاجه تانية، انت اصلا بادئ الماتش ناقص لعيب، عشان موديست ده ما جاش خالص، ما لمس الكوره الا مره واحده فعلا، ما جاش الماتش. فانت بادئ يعني خسران لعيب في الضغط، ما بيعرفش يعمله، هجمات مرتده ملوش فيها، انت منزله ليه وساب وسام قاعد بره؟ انت شفت الفرق كان عامل ازاي يا جماعه؟ اللي حصل ده حاجه كويسه جدا ان انت خسرت، عشان في ماتش مهم جدا، ماتش مازيمبي اهم بكتير جدا من ال3 نقط، ده ماتش 3 نقط، بطوله ال3 نقط خلاص.
يا باشا مبروك للزمالك، وانتوا كنتوا احسن وكده وبتاع وافرحوا وانبسطوا وكل حاجه. احنا عندنا افريقيا والمفروض نركز فيها. مش مهم بقى دلوقتي 3 نقط دول، والزمالك لو خسر اي ماتش من اي فرقه والكلام ده بتاع هنعوض ال3 نقط، خلاص الموضوع خلص. ركز في ماتش مازيمبي، كويس انت خسرت عشان تعرف الاخطاء بتاعتك دي عشان تعالجها في ماتش مازيمبي. انت عارف مين احسن. عبد القادر ده ما ينفعش يقعد تاني، ما ينفعش يقعد تاني. عبد القادر ده ما ينفعش يقعد. ورضا سليم لو لعبته كتير ورجليه بقت في الملعب واديته ثقه ان هو اساسي على طول عندك وبتاع والكلام ده، هتاخد منه احسن حاجه في الدنيا. وسام نفس الموضوع، لازم يلعب اساسي. انا ما اعرفش بيقعد لمين الناس دي. يعني انت عايز ايه؟ بص هقول لك حاجه، انت دخلت يا كولر في مرحله عك، قدامك افريقيا. لو طلعت من افريقيا هيبدا الكلام كتير بقى على انك انت مع السلامه هتمشي، وده اللي انا متوقعه، ان انت هتخرج من افريقيا وهتروح وهتمشي وهنشوف مدرب تاني. انا متوقع كده، عشان اللي انت بتعمله ده ما يخليكش تكسب اصلا الماتشين بتوع مازيمبي. مش هقول لك توصل للنهائي وتخسر، لا، انت مش هتعدي مازيمبي باللي انت بتعمله. ويا جماعه تاني مره مبروك للزمالك، وافرحوا يا جماعه براحتكم، ده حقكم. زي ما احنا بنكسب وبنفرح بالطريقه اللي تعجبنا، انتوا كسبتوا وتفرحوا زي ما انتوا عايزين تفرحوا. محدش يقدر يقوم عليكم. والكلام الفاضي بتاع بقى الناس لمت الكور ومش ده عادي بيحصل، بيحصل. واحنا لو كسبانين هم مش هيعملوا كده، لو لاعبين كويس ومقطعين مش هيعملوا كده، عادي جدا يعني. احنا بس احنا متضايقين من كولر واللي عمله والكلام ده كله، فاحنا زعلانين شويه. فلما بيحصل حاجات بقى اللي بره اللي تحرق الدم والجو ده وبتاع، بنتكلم بقى كتير فيها وكده. هي المفروض ما تحصلش يعني، بس حتى لو حصلت عادي، انت كده كده اصلا خسران، مش فارقه. انسى اللي فات وركز في مازيمبي، ده اهم حاجه. اهم حاجه انت كده كده الدوري احتمال كبير تاخده اصلا عادي يعني. بس افريقيا صعبه صعبه السنه دي جدا عشان مستواك مش كويس، وكولر يعني بيعك شويه. ففوق شويه بقى كده علشان ربنا يوفقنا. يلا يا جماعه، سلام.